السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان الرد على نص من رآني فقد رأى الآب. في الحقيقة أن المقصود من الجملة من رآني فقد رأى الآب هي أن من رأى الأفعال التي فعلها يسوع فكأنه رأى قدرة الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن الله لا يراه أحد قط ولا يسمع صوته أحد قط. هذا الكلام موجود في الكتاب المقدس واللي احنا هنقوله الآن. في يوحنا 1:18 يقول النص: الله لم يره أحد قط. الله لم يره أحد قط. يوحنا 5:37: والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، ولا أبصرتم هيئته. الرسالة الأولى ليوحنا 4:12: الله لم ينظره أحد قط، الله لم ينظره أحد قط. تيموثاوس الأولى 6:16: الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي لم يره أحد من الناس. يبقى هذه النصوص معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يراه أحد قط، ولا يمكن أبدا أن يسمع صوته أحد قط. يبقى نقدر نقول يعني بمنتهى الوضوح أن يسوع ليس هو الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يراه أحد قط، ولكن الناس شافت يسوع. الله لم يسمع صوته أحد قط، لكن الناس سمعت يسوع. يبقى يسوع ليس هو الله. أيضا في مثال مشابه من الكتاب المقدس للنص من رآني فقد رأى الآب، وهو نص في لوقا 10:16. يقول النص: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. يبقى هذا الكلام معناه إن يسوع بيقول: من يسمع للتلاميذ فكأنه سمع مني. يعني اللي يسمع للتلاميذ فكأنه سمع يسوع. وطبعا ما نقدرش ان احنا نقول ان التلاميذ هم يسوع، وصوت التلاميذ هو صوت يسوع الحقيقي. دول ليهم صوت ويسوع له صوت، ويسوع يختلف عن التلاميذ. يبقى هذا الكلام معناه أن من رأى أفعال يسوع لابد أن يعرف أنها من عند الله، لأن الله هو الذي أرسله. بالضبط زي اللي بيسمع للتلاميذ كأنه سمع من يسوع، لأن يسوع هو معلم التلاميذ. نستودعكم الله، نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.